السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من لا يفك به الحسد؟ كاس مية زي ده، شوية مسك، والطريقة هقول لك ايه هي بالظبط. لكن أول حاجة عايزين نعرف ايه هي العلامات اللي بتدل على الحسد، وايه العلامات اللي بتظهر على الشخص اللي أصابني بالحسد، وايه هي الطريقة اللي أعرف بيها من حسدني. طب وازاي ان انا اخد من أثر الشخص اللي حسدني، وازاي ان انا افك الحسد. 5 أشياء هنعرفهم مع بعض أثناء الحلقة ديت. فاول حاجه العلامات اللي بتدل على الحسد كالتالي. اول شيء لما تيجي تتوضا وتيجي تصلي تبص تلاقي انك انت بتتثوب مثوبه جديده جدا في الصلاه، والمثوبه بغير دموع، او ربما انك انت بتتثوب مثوبه وهي مش كامله، يعني مش مكتمله، ربع مثوبه كده، وبتتعب الجسم جدا. الامر الثالث انك انت يعني سبحان الله تحس دايما انك انت عندك صدود عن شيء كنت بتحبه، يعني الحاجه اللي كنت موفق فيها تيجي بعد ما كنت بتعملها في 3 دقائق او دقيقتين تاخد فيها ساعتين او 3 ساعات، وما تعرفش انك انت تعملها اساسا. العلامة الرابعة أيضا اللي بتدل على إنك أنت محسود، تبص تلاقي نفسك في تغير في جلد الجسم. التغير ده بيكون في منطقة الكتف مثلا، أو بيكون مثلا يعني سبحان الله في الوجه، بيكون يعني عبارة عن منطقة كده بتكون فيها بتصة النسمة، ويكون الجلد فيها يعني سبحان الله ناشف. العلامة الرابعة يعني سبحان الله إنك أنت دايما يعني سبحان الله تحس إن جسمك متكسر، ما عندكش رغبة في عمل أي شيء نهائيا. الصداع المزمن بيمسكك في مقدمة الرأس، وبيمسكك أيضا خلف الرأس. ايضا يعني سبحان الله الطنين اللي بيكون موجود في الاذن، والطنين ده يعني سبحان الله ملهوش اي اسباب خالص. وتبص تلاقي دايما انك انت عندك غثيان وما عندكش اقبال على اي شيء تعمله خالص في حياتك. هذه العلامات اللي بتدل على انك انت يعني سبحان الله محسود. ولو في حد عنده علامات اضافيه يكتبها لنا في التعليقات. طيب حلو قوي. طب ازاي بقى ان انا يعني سبحان الله اعرف الشخص اللي حسدني؟ بمجرد ما تجلس قدام الشخص اللي حسدك، يعني سبحان الله تحس دايما بمثوبة، تحس بقشعريرة، بتحس بتنميل في جسمك. لما يجي يكلمك تبص تلاقي ان عينيه فيه بارق كده، وعمال بيبص لك كده بصات كأنه عايز ياكلك بعينيه. يرمي لك الكلمات اللي فيها يعني سبحان الله انقاص من شأنك. يقول لك انت كنت فين وبقيت فين. يكلمك مثلا باسلوب فيه استصغار واستحقار ليك. تبص تلاقيه وانت قاعد في مجلس يغطي عليك في الكلام، مش طايق ان هو يسمع لك كلمه. الامر الثاني ان هو يسالك عن اولادك عاملين ايه، فتبص تلاقي ان اولادك تعبانين. بيتك عامل ايه، تبص تلاقي ان بيتك تعبان. تبص تلاقي دايما لما انت تذكر اي نعم من نعم الله جل وعلا ما يحمدش ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك الله يزيدك، او يقول تبارك الله. ولما ايضا يعني سبحان الله يذكرك بالنعم عليك نعم الله عليك، قول دايما الحمد لله حتى ترد العين مباشره عليه. هذا الاشياء اللي تعرف بها الشخص اللي حسدك. هننتقل بقى للجزئيه الثالثه، واللي متابع معايا دلوقتي يكتب لي سبحان الله على التكست ويدوس لايك عشان اعرف مين اللي معانا، ويا ريت تعملوا مشاركه دي للمقطع ده لانه مقطع مهم جدا. العلامه يعني سبحان الله ازاي بقى يعني سبحان الله ابطل الحسد بشيء من اثر العائن. ابن عثيمين عليه رحمه الله، وهذا من الاشياء يعني من المشايخ اللي انا بحب اسمع لهم جدا، واسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجاته وان يعلي شانه في الدار الاخره، اللهم امين، ويعلو قدره، اللهم امين. ابن عثيمين يقول لي يعني سبحان الله قص لي أحد الأشخاص قصة في قمة الغرابة. قال في يوم من الأيام يعني سبحان الله رجل كان عنده إبل، يعني راعي حلال، عنده إبل وعنده أغنام وعنده أرزاق كثيرة جدا. في يوم من الأيام راح منطقة معينة، والمنطقة ديت فيها شخص مشهور بالعين، فأصابه بالعين. فالشخص ده يعني سبحان الله جلس على فراشه لمدة شهر يحتضر، لا عارفين وش فيه أصابه، ولا هو ميت، ولا هو مريض، ولا إيش التعب اللي موجود عنده. خلاص يأسنا من موضوع علاجه نهائيا. والحلال اللي كان عنده يعني الإبل تفلتت في الصحراء، فلم نستطيع إن إحنا حتى نعثر عليها. فرحنا للراجل قلنا له يا ابن الحلال انت وين يعني سبحان الله كنت وقت ما اصابتك العين وجيت رجعت في نفس اليوم؟ قال والله كنت في المنطقة الفلانية، رحت من المكان الفلاني للمكان الفلاني، وجيت يعني سبحان الله زي ما انتم شايفين كده لا استطيع الحركة وحلالي راح. فيقول الراجل يعني سبحان الله فعرفنا ان في شخص مشهور بالعين في المنطقة ديت، فرحنا له قلنا له انت قدامك 3 حلول. الحل الأول إننا نصلي عليك صلاة الجنازة في العصر، فمعنى ذلك إن يعني سبحان الله لما مجموعة تصلي على واحد عاين على طول يعني سبحان الله ربنا بينتقم منه. والمعنى الثاني والله أعلم يعني، والمعنى الثاني إن إحنا يعني سبحان الله نحبسك في بيتك، فما نطلعكش ولا تخرج من البيت أبدا ما حييت. والشيء الثالث إنك أنت توعد إنك أنت ما تصيبش أهل المنطقة دي بالعين، وإنك أنت تسمي لما تيجي تنظر لأي شيء، وانك تدينا شيء من الاثر بتاعك، وليكن الغطره اللي انت لابسها. خدوا الغطره، راحوا حطوا الغطره في الميه، ثم الرجل شرب واغتسل وتوضى من هذا الماء.
قام يعني سبحان الله، الكلام ده كان وقت صلاة الضحى، راح صلى الظهر، ما جاش العصر إلا والإبل يعني والحلال بتاعه والأغنام جايين لوحدهم كده قدام، يعني سبحان الله المربى اللي كان حاططهم فيه. فسبحان الله، عشان كده لازم تاخد حاجة من أثر الشخص اللي هو أصابك بالعلم. خد مثلا يعني سبحان الله طرحة هو لابسها، جلابية هو لابسها، كم يعني سبحان الله هو لابسه، خد أي شيء من أثر اللبس بتاعه وحطه في مية، ثم بعد ذلك اغتسل واشرب من الماء ده. طب أنا مش قادر أعمل كده، يا أخي اعزمه على فنجان قهوة، خد بقايا القهوة واشربها، أو حطها في مية وتوضى واغتسل واشرب. خلي زوجتك مثلا وانت ساعد تصك بها يعني سبحان الله في منطقة القفا، او يعني سبحان الله تصها على زوجتك في منطقة القفا. طب انا يعني سبحان الله ما قدرتش ان انا اعمل الحاجة ديت، هاخد كوباية شاي هم شربوها، واخد من اثر كوباية الشاي ديت يعني سبحان الله واصب على رقبتي من الخلف. اذا انا فعلت هذا الفعل واقمت بهذا الشيء على اكمل وجه، صرفت عين العين. طب ازاي بقى لو انا ما عرفتش ما الذي يفك به العين؟ كاس مية وزجاجة مسك، حقرأ على كاس المية سورة يعني سبحان الله البقرة، وحقرأ الأنفال والتوبة، وحقرأ المعوذتين والإخلاص، وحقرأ آيات الحسد كلها، ويكون يعني سبحان الله بدل كاس المية لو حلة مية كبيرة أفضل، واشرب من المية ديت واغتسل لمدة 3 أيام، في الصباح والظهر ووقت المغرب، وأفضل أكرر سورة الفلق مكررة لمدة يعني سبحان الله نصف ساعة، بإذن الله جل وعلا تصرف عن العين اللي أصابتني. وهذه رقية يعني سبحان الله اللي هي الطريقة اللي أنا قلتها لكم ديت من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقية ما لم تكن شرك.